أعلنت عدة دول أوروبية عن فتح المجال الجوي واستئناف الرحلات من وإلى الجزائر رسميا لتنظيم رحلات إلى الجزائر عبر الجوية الجزائرية فور استئناف العمل. وأكد مصدر رفيع المستوى لموقعنا أن الدول التي أعلنت عن فتح حدودها مع الجزائر واستئناف الرحلات هي كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، ما عدا إسبانيا التي أعلنت عن استئناف النشاط الجوي مع دولة تونس فقط يوم الأربعاء الماضي. ويذكر أن هذه القرارات التي كشف عنها هذه الدول لحد الآن تبقى مؤقتة فقط في ظل تتبع الوضع الصحي الصعب الذي تعاني منه أغلب دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، في انتظار الإعلان عن قرارات أخرى في أيام مقبلة. وحديثا عن الدول العربية، أكدت الإمارات أنها جاهزة لفتح مجالها الجوي واستئناف الرحلات من وإلى الجزائر، لكن اشترطت التقييد بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، من أهمها ارتداء القناع الواقي أي الكمامات واحترام مسافات التباعد الجسدي. يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد عملت في فترة الحجر الصحي على صيانة أكثر من 56 طائرة، وتعمل على صيانة 4 حاليا، تجهيزات لاستئناف نشاطها. استقبل وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد سفراء عدة دول لبحث سبل تعزيز التعاون مع الجزائر في هذا المجال، بحسب ما كشفت عنه بيان لوزارة الصحة. وبحسب بيان الوزارة، فقد استقبل وزير الصحة سفير فرنسا بالجزائر فرانسو غويات، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجزائر وفرنسا في مجال الصحة. وأضاف أن السفير الفرنسي اقترح عمل خطة لتعزيز هذا التعاون، وأكد الوزير دعمه للفكرة. كما استقبل الوزير ابن بوزيد السفير الروسي إيغو بيلاف، وتناول الطرفان أهم تطورات إنتاج لقاح كورونا كوفيد 19 ومجالات التعاون في دومين الصحة بين الجزائر وروسيا. واستقبل أيضا سفير بريطانيا في الجزائر باري روبرت لوران كآخر زيارة له قبل انتهاء مهامه في البلاد. وأخيرا، فقد التقى عبد الرحمن بن بوزيد سفير هولندا اليوم جانا فان دولفيلد، وتطرقوا إلى موضوع التعاون بين البلدين في هذا المجال الذي أثبت فيروس كورونا